أسعدتم أوقاتا من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تأهيل أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. متابعة منتظمة لصحة الطلاب في الإقليم الأوسط. دعوة لحماية الحياة البرية في فورو. لافروف يؤكد في كاراكاس أن روسيا تريد اتحادا ضد ابتزاز الغرب. رئيس المكسيك يتهم البنتاغون بالتجسس على حكومته. قتلى ومحاصرون بانهيار أرضي في باكستان. من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط مواصلة الجهود لتأهيل أعضائها والارتقاء بالفكر المؤسسي. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية السيد تكي قلت تدريب حوالي 1000 من الأعضاء في الفترة من عام 2022 وحتى الربع الأول من العام 2023. وقال إن الإدارة تقدم التدريبات بالقدرات الذاتية في الإدارة والقيادة وتقديم خدمات جيدة والتوثيق، بالإضافة إلى التدريب في إدارة الممتلكات والحسابات المالية بالتعاون مع وزارة المالية ومركز الكفاءة المؤسسية. وأشار إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف تقديم خدمات سريعة جيدة للمستخدم. لدى إدارة الإقليم الأوسط أكثر من 5000 عامل. أفاد مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط القيام بمتابعة صحية منتظمة للطلاب للحيلولة دون عرقلة تعليمهم بسبب أمراض العيون والأذن والأنف والحنجرة وغيرها. وأوضحت منسقة برنامج متابعة صحة الطلاب في المكتب الممرضة لتبرهان عند ميكائيل إجراء الفحوصات الطبية للعيون لأكثر من 34,000 طالب منذ بدء البرنامج قبل 13 عاما، وقدمت النظارات لحوالي 4500 منهم، وإرسال 799 طالب لتلقي خدمات طبية عليا. ودعت أولياء الأمور القيام بالرعاية والمتابعة المستمرة لنظافة وصحة أسنان الأبناء، مشيرة إلى أن حوالي 53,000 طالب أجريت لهم فحوصات الأسنان، وجد تلف الأسنان وإزالتها من أكثر من 23,000 طالب، وتوجيه 3284 طالب لتلقي خدمات طبية أعلى، وتوزيع أكثر من 1,000,000 فرشة ومعجون أسنان مجانا. كما أجريت الفحوصات الطبية للطلاب في الأذن والأنف والحنجرة والجلد، وتقديم الخدمات الصحية للمصابين بالأمراض. وذكرت المهنيات الصحيات أن ظاهرة التهاب الحنجرة من الأمراض المستفحلة في الطلاب، وذلك بسبب الحلويات والمواد المثلجة التي تباع في المدارس. وأوضح أولياء الأمور بأن البرنامج الصحي المقدم للطلاب يساهم لمتابعة الطلاب للدراسة ويحيل من صرف الأموال واستهلاك الوقت. دعت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية فورو لتعاون المواطنين للحد من قطع الأشجار. وحث مسؤول السلطة في المديرية السيد محمود عمر لدى لقائه سكان ضواحي دانديلو ومالاكا وإرميلو لتعزيز دور المجتمع لإيقاف القطع الجائر للأشجار وأعمال التفحيم في وادي روبا حداس. وقال أن نمو الأشجار المغروسة منذ العام 2019 في قرى المديرية وتنمية محمية جيراجيرو يعكس الوعي المتطور، ويجب مكافحة قطع الأشجار التي تظهر في بعض الأحيان. وذكر مسؤول تنمية النباتات السيد أسمرام شمند نمو 80% من حوالي 85,000 شجرة غرست من العام 2019 وحتى 2022، وتوجد خطة مماثلة لزرع الأشجار. وأفاد مدراء الضواحي بأن جميع القرى خصصت حراسة لحماية الغابات لوضع حد من اقتلاع
الأشجار. عقدت قيادة الجبهة الشرقية سيمينارات في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوثيق القيم. وأوضح المشرفون على السيمينارات التي عقدت من 3 وحتى 15 من إبريل في عصب وطيعة وعدي وأفينبو وبيلول ووادي في المدارس المتوسطة والثانوية بأن قيم النضال والمجتمع أساس الهوية الوطنية والأجيال القادمة، ويجب الحفاظ عليها وتنميتها. وذكروا بأن تطور وازدهار البلاد يبدأ بالاستثمار لبناء شباب واعي وكفؤ، منادين الطلاب للاهتمام بالتعليم لضمان مستقبل مشرق والمساهمة لتطوير وطنهم. وأكد المشاركون في السيمينارات على دوره في التعريف بالتاريخ وتوريث القيم. تقوم قرى ضاحية مزنباف ومديرية صنعاء بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير الضاحية أن العمل الجاري منذ بداية شهر مارس يشمل إصلاح مساقط المياه وبناء المدرجات والحواجز المائية. وأشاد عضو وزارة الزراعة في المديرية السيد برهان السفاو بالعمل المتفاني الذي يقوم به السكان. وأكد المشاركون في النفير على مواصلته لاستقرار التربة ومكافحة الانجراف. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية إلى الاتحاد لمواجهة الابتزاز الغربي. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل أنه من الضروري توحيد الجهود لمواجهة محاولات الابتزاز والضغط الأحادي غير القانوني من جانب الغرب، مشيرا بذلك إلى عالم متعدد الأقطاب. وأجرى الوزير الروسي محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أشار إلى لقاء لطيف يوطد العلاقات الثنائية وخطة التعاون بين البلدين. وفنزويلا هي المحطة الثانية في جولة للافروف في أمريكا اللاتينية بدأت بالبرازيل وتشمل كوبا ونيكاراغوا أيضا. وقال لافروف أن فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا دول تختار مسارها بنفسها. اتهم رئيس المكسيك وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أمريكية لوثائق مسربة. وقال أنه سيبدأ عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي. وتأتي تعليقات الرئيس أندرياس مانويل لوبيز بعد أيام من تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدثت فيه عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك. ووصف لوبيز معلومات المخابرات الأمريكية في التسريبات بأنها تدخل غير مشروع وسافر لا يجوز تقبله تحت أي ظرف. في غضون ذلك أعلنت الأمم المتحدة أنها عربت رسميا للولايات المتحدة عن قلقها إزاء تقارير صحفية نقلت عن وثائق مسربة أن الاستخبارات الأمريكية تنصتت على اتصالات الأمين العام للمنظمة أنطوني غوتيريش. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك للصحفيين أن المنظمة الدولية تدين أعمال تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة. أعلن مسؤولون محليون أن انهيارا أرضيا دفن عدة شاحنات على طريق الحدود بين باكستان وأفغانستان، ما أسفر عن مقتل شخصين وحصار العشرات. وقال المسؤول ناصر خان أنه تم تدشين عملية تتضمن معدات ثقيلة والعشرات من رجال الإطفاء على معبر تركام الحدودي لإنقاذ المحاصرين. وأضاف خان أن الانهيار الأرضي عقبه هطول أمطار غزيرة وعاصفة رعدية في شمال وشمال غرب باكستان. وقال خالد إفريدي المسؤول بالإدارة المحلية
أنه تم نقل ما لا يقل عن 6 أشخاص للمستشفى، مضيفا إلى أنه ربما يكون هنالك أكثر من 40 شخصا ما زالوا محاصرين. انطلق في شنغهاي أكبر معرض للسيارات في الصين، معرض شنغهاي الدولي للسيارات لعام 2023 من نسخته 20 هذا العام. وتخطط شركات صناعة السيارات العالمية والصينية للكشف عن أكثر عن 12 سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة وسيارات من طراز سيدنان وسيارات عضلية هذا الأسبوع في معرض شنغهاي الدولي للسيارات لعام 2023، وهو أول حدث مبيعات واسع النطاق لهم منذ 4 سنوات في سوق أصبح ورشة عمل لتطوير الكهرباء الذاتية وقيادة السيارات والتقنيات الأخرى. يقام المعرض مرة كل سنتين، ومن بين الجهات الراعية والمنظمة للمعرض أكبر الشركات التجارية وشركات النقل الحديدية في الصين ووزارات ومنظمات حكومية أخرى. تأسس معرض شنغهاي للسيارات في عام 1985، وبعد 30 عاما من عقده انضم إلى أعظم وأكثر المعارض العالمية تأثيرا في صناعة السيارات، وأصبح الأكثر نموا وتطورا. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. تأهيل أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. متابعة منتظمة لصحة الطلاب في الإقليم الأوسط. دعوة لحماية الحياة البرية في فورو. لافروف يؤكد في كاراكاس أن روسيا تريد اتحادا ضد ابتزاز الغرب. رئيس المكسيك يتهم البنتاغون بالتجسس على حكومته. قتلى ومحاصرون بانهيار أرضي في باكستان. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإرثية، وفي أمان الله.